أمير مولاي الحسن اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط حفلا أقامه جلالة الملك على شرف أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة عقب ظفرهم بكأس العالم 2025 التي نظمت في الشيلي. وبهذه المناسبة تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع ومدرب المنتخب الوطني السيد محمد وهبي وأعضاء المنتخب الوطني قبل أن تؤخذ لسموه صورة تذكارية مع أعضاء الفريق. هذه الصورة التذكارية لأعضاء الفريق مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. إثر ذلك أقيم حفل شين على شرف أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ويعكس هذا الاستقبال العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب. بصفتي مغربي أشعر بفخر واعتزاز كبيرين بما حققناه. لقد بذلنا مجهودا كبيرا من أجل تمثيل المملكة المغربية بأفضل صورة في الشيلي، والحمد لله تكلل جهودنا بالتتويج والعودة بالكأس. إنه إنجاز ثمين ومليء بالمشاعر، وأنا فخور بالفريق الوطني الذي أبان عن روح عالية وعمل جماعي متميز. إنه شعور سامي وفخر وطني عميق، ونحن على أرض الملعب كنا ندرك أننا نخوض غمار المنافسة بكل ما نملك من طاقة وإسراع، ليس فقط من أجل الفوز بل من أجل الوطن ومن أجل الشعب المغربي ومن أجل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن. واليوم ونحن نحظى بهذا الاستقبال المشرف نستشعر عظمة اللحظة وندرك تماما مدى أهمية ما حققه اللاعبون باسم المملكة المغربية، فتمثيل المغرب وتشريف رايته السامية وتجسيد قيمه الراسخة في التضحية والانضباط وروح الجماعة يتجاوز حدود الرياضة وكرة القدم. لقد حرصنا على إيصال رسالة واضحة: المغرب ليس مجرد فريق أو لعبة، بل هو رمز للوحدة والإصرار والتميز. à eux dans leur carrière à faire plus Inch'Allah. Pour nous c'est un grand honneur. الحمد لله احنا فرحانين بزاف على الانجاز اللي درنا، وحلم بالنسبه لنا وحلم الشعب المغربي الحمد لله حققناه.
حنا ما نوقفوش هنايا، مازال ان شاء الله نزيدو نخدمو باش ان شاء الله نجيبو دي تروفي كشار ونفرحوا جلالة الملك نصره الله يطول ليه في عمره ويخليه لينا ان شاء الله. وحنا فرحانين بهذا الاستقبال اللي دار لنا سيدنا، كنبغيو نشكروه والله يخليه لينا. Franchement, c'est le fruit du travail déjà. هذا الإنجاز ثمرة جهد وعمل متواصل. لقد عملنا كثيرا للوصول إلى هذه اللحظة، والحمد لله هذا الاستقبال يعد مصدر فخر واعتزاز. كنت أرتجف من شدة التأثر إذ أن هذا الحلم تحقق. لا أجد الكلمات للتعبير عن مشاعري، فببساطة لا أرغب في الاستيقاظ من هذا الحلم. هذا الإنجاز يمنحنا دافعا قويا للعودة والمنافسة على مزيد من الألقاب. qu'on peut revenir ici et que le Maroc c'est parmi les top nations du monde. اخويا اول حاجه بسم الله كنبغي نشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه اللي عطانا على هذا لاكوب. الحمد لله انا فرحان بزاف. اول حاجه كنبغي نشكر جلاله الملك نصر الله والله يشافي لنا على التحفيز ديالو. ومن بعد كنشكر البريزيدون ديالنا السي فوزي القشع، الحضور ديالو هنايا كان عندنا واحد الموتيفاسيون كبيره بالنسبه لينا. وكنبغي كنبغي نشكر السي وهبي على هذه الخدمه الكبيره والستاف ديالو اللي صاروا علينا. واش غنقول لكم هو كنجبنا عليكم كنتو باغينو حتى حنا كنا باغينو. الحمد لله ربي الحمد لله ما كيخيبش اللي كيخدم. وكنبغي نشكر عائلاتنا كاملين، كنبغي نشكر الجمهور، كنبغي نشكر مراتي حتى هي اللي جات. وكنبغي نقول للوالد والوالده يسمحوا لنا حيت كنت باغي نجيبهم ولكن مرات ما يقدروش يجيو في السفر. كنهدي لهم هذا الفوز هذا، والله يخليكم ليا عائلاتي، كنبغيكم بزاف. الله يسهل عليكم. الكأس كنهديوها جميعا للرياضي الأول جلالة الملك نصره الله، اللي كنذكر دائما بأنه بفضل الرؤية الشاملة والاستراتيجية لجلالته منذ مناظرة الصخيرات التي رسم فيها جلالة الملك حفظه الله المعالم وخارطة الطريق لتطوير الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص منذ ذلك الوقت، والإنجازات تتوالى في مختلف المجالات ووفق مقاربة شمولية فيها تكوين بطبيعة الحال. فيها المنطلق الأساسي هي الأكاديمية نتاع محمد السادس اللي اليوم الحمد لله تتفرخنا سنة بعد سنة أبطال. بالأمس كانوا نجوما في قطر واليوم فيهم مجموعة هنا من الأبطال هم أبطال العالم. ومازال إن شاء الله أكاديمية محمد السادس غادي تبقى هي المشتل لكرة القدم المغربية. تواصل هذه النظرة الشمولية بمجموعة من الإنجازات الأخرى سواء في التكوين وتكوين الأطر. واليوم إلا كنا كنحققوا الألقاب بأطر المغربية، السي محمد وهبي إطار مغربي خضع للتكوين تاعو وتأقلم داخل المسالك الكروية المغربية. وهذا كيبين على أن النظرة نتاع جلالة الملك لتطوير الرياضة هي نظرة شمولية وشاملة. الله ينصر سيدنا وهنيئا لجلالة الملك، الله ينصره وللشعب المغربي.